مرحبا بكم في القناه. اليوم غادي نصاوب معكم هاد القريشلات كيجيو بنان ولذاذ بواحد الطريقه اللي هي سهله وبواحد المكونات اللي اقتصاديه بحال دوك اللي كيتباعوا في المخابز، كيتباعوا بواحد الثمن اللي هو مرتفع. نتوما تقدروا تصاوبوهم بواحد المكونات اللي هي رخيصه واقتصاديه. اول حاجه كناخذ واحد الباول كنديروا فيه الزبده، السكر كلاصي، واحد الساشي ديال الفاني، واحد القبيصه ديال الملحه، وكنحركوا هاد المكونات. انا هنا المكون درت غير على حساب نص كيلو، نتوما تقدروا تضاعفوا الكميه. مثلا الا بغيتوا هاد الكميه تعطيكم تقريبا كيلو، حاولوا تضاعفوا هاد المكونات. جميع المقادير غتلقاوهم لتحت. من بعد غنضربوا هذيك الزبده مزيان حتى كيدخل لنا داك السكر. غادي من بعد غنزيدوا واحد 2 معالق ديال الزيت وغادي نخلطوا مزيان حتى كيذوبوا لنا دوك الحبيبات ديال السكر مع ديك الزبده حتى كيندمجوا مع بعضياتهم. نتوما الا بغيتوا مثلا الحلوه ديالكم تجي حرشه ديروا لها مثلا سنيده، ولكن انا بغيتها تجي رطبه درت لها السكر كلاص صافي. من بعد غنضيف واحد البيضه وغنبقى نحركهم مزيان. الا كان عندكم الفوي الكهربائي ضربوا الفوي الكهربائي، انا ما عنديش الفوي الكهربائي كنضرب غير بهذا الفوي صافي. كتضربوها مزيان يندمجوا لنا المكونات وكيرجع لنا الخليط بحال هكا على شكل كريم. صافي من بعد غنزيدوا الفواكه الجافه، غتزيدوا اللوز، الكركاع، الزبيب صافي، وغنزيدوا الدقيق وواحد رشه ديال الخميره. هذوك الفواكه الجافه خصهم يكونوا مهاشين مزيان، حاولوا تهاشيهم صافي. غادي نخليو العجينه ديالنا بحال هكا، العجينه خصها تكون رطبه صافي. غادي نخليوها على جنب وغادي نقطعوها، نبقاو نقطعوا كويره بكويره. غتقطعوها كويرات كل الحجم ديالهم متساوي باش يجيونا الحرابل قد قد. ومن بعد غنبقاو نحربلوها كما كتشوفوا. غادي نحربلوها، غتشدوا الكويره بحال هكا، غادي تجمعوها مزيان وغنحربلوها. غنديروها حلابل. حاولوا مثلا نتوما تحربلوها للقدام باش هذاك الهواء ما يتجمعش لداخل صافي. ملي كنحربلوها كتجي لنا هذا الشكل. حاولوا تخليوها ما غليظه ما رقيقه على حسب باش يجيونا دوك القريشات ديالنا صغار صافي. غادي نستمروا كنحربلوها بحال هكا، غديروها في شي بلاطو ولا في شي لاطه صافي. كتستمروا في التحربيل ديالهم كما كتشوفوا. ملي كنحربلوهم كندخلوهم للفريكو، كنخليهم حتى كيجمدوا. تقريبا انا خليتهم شي 45 دقيقه. من بعد فاش جبدناهم كنقطعوهم كما كتشوفوا كيجيونا دوائر. حاولوا نتوما تقطعوهم بشي كيتور اللي هو ماضي ولا موس ماضي، حيت الا قطعتهم بشي موس ماشي ماضي ما غاديش يعطيكم التقطيعه، غادي يبقى يتفرتت لكم صافي. حاولوا تقطعوهم مزيان كما كتشوفوا صافي. وغديروهم في واحد اللاطه وانتم كتقطعوا الفقيقسات ديالكم ديروا الفران يسخن صافي. هنايا عمرات لي اللاطه دخلتها للفران. فاش دخلت للفران نقصت عليه، خليته على واحد النار اللي هي مهيله باش كيتقرمش شويه صافي. هنا غادي نستمر في التقطاع، يعني راه واحد الفقيقسات اللي هي ساهلين وما كياخذوش بزاف ديال الوقت وكيجيو بنان بزاف صافي. انا غندخل اللاطه ديالي. ملي دخلتها صافي كانت اللاطه الاولى وجدات صافي، جاتني بهذا اللون الذهبي. شوفوا كيفاش كتجي واحد الكميه اللي هي كبيره وواحد المنظر اللي هو زوين وكيشهي، يعني راه جاو بنان بزاف. ما تخيلوش المذاق ديالهم كيفاش داير. كيجيو عامرين باللوز والكركاع والزبيب والزنجلان، يعني واحد المنظر اللي فيهم اللي زوين بزاف. هنا كنطبت لي اللاطه الثانيه زدت عليها. يعني راه هاد الفقيقسات ساهلين احسن من دوك اللي كيتباعوا في المخابز، يعني راه وكيتباعوا بواحد الثمن اللي هو غالي. نتوما تقدروا تحضروهم لوليداتكم غير في الدار. الا عندك غير شويه اللوز شويه الكركاع، يعني الكميه اللي عندك ديريها وبواحد المكونات اللي اقتصاديه. مثلا انت الكميه اللي بغيتي الكميه تخرج لك كبيره، حاولي هاد المقادير اللي كتبت لك في الوصف، يعني غتلقاي جميع المقادير في الوصف. حاولي مثلا تدوبليهم. اي واحد بغى يدير هاد الفقيقسات وبغى واحد الكميه اللي كبيره حاول يدوبل المقادير صافي. هنا عطاتني هاد الطاسه عطاتني تقريبا نص كيلو. الا وصلتوا لهنايا بغيت نقول لكم بالصحه والراحه، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتخليوا واحد ابوني، ونشوفكم فيديو جديد.